بيبدأ فيلمنا بمجموعة من العمال بيقعدوا يحفروا ويدوروا على الذهب، وبتكون الطريقة بدائية شوية لأننا دلوقتي بنتكلم عن كاليفورنيا سنة 1850. وبعد شوية واحد من العمال بيلاقي الذهب وبيفرح جدا، والعمال بيفرحوا معاه، وبعد ما بيخلصوا شغله كلهم بيتجمعوا عند بيت واحدة اسمها الدوكة، بتكون بائعة للهوا، وبيكون كل واحد معاه ورقة، والدوكة ساعتها بتعمل عليهم سحب وبتشوف مين اللي هيقضي أجمل ليلة مع أجمل بنت في المدينة كلها، وهي بتكون الجميلة أنجل. وبيكونوا معظم الرجالة دول بيعملوا علاقات مع البنات اللي موجودة في منزل الدوكة مقابل الذهب اللي بيلاقوه وبيعطوله الدوكة. وبنلاحظ ان أنجل بتكون عمالة تراقب كل اللي بيحصل في صمت، وبتفتكر أيام طفولتها وهي قاعدة في جنينة البيت وبتجمع الزهور علشان تستقبل والدها بيهم، وكانت فرحانة جدا لاستقبال والدها، وبيبان على والدها ان هو رجل غني ومرتاح، وكان جاي يزورهم لانه مش بيشوفهم كتير، لكن معاملته مع انجل كانت مش كويسة هي وامها. وبنعرف ان والدها رجل مهم وله منصب كبير في الدولة، وبيكون مش عايز يعترف لا بانجل ولا امها، لان انجل دي تبقى بنته بطريقة غير شرعية، وامها اللي هي ماي تبقى عشيقته مش مراته. وبتكون انجل سامعاه وهو بيقول انه عايز يتخلص منها علشان ما تفضحوش. ولما اليكس بيمشي بتكون بنته قاعدة زعلانة ومتضايقة جدا، وبتقول لامها انا لولا ان انا موجودة في حياتكم كنت زمانك عايشة معاهم مرتاحة، يعني لو مت انتي هترتاحي. فبتقول لها لا ما تقوليش كده، انتي بنتي وانا مستعده اخسر اي حاجه علشانك حتى لو اليكس نفسه. وبنخرج بقى من ذكريات انجل وبنرجع للوقت الحاضر، وبتكون قاعده مع اتنين من صحابها وقاعدين عمالين يتكلموا ويتسايروا، وبنسيبهم وبننتقل للشاب الجدع اللي اسمه مايكل، اللي بيكون عنده مزرعه خاصه بيه، وبيكون عيشته مرتاحه شويه لان المزرعه دي بتكون ملكه وهو اللي بيتحكم فيها. وبعد ما بيخلص شغله بيروح للكنيسه ويقعد يدعي ان ربنا يرزقه بالزوجه الصالحه. وبعد ما بيخلص صلاه بياخد البضاعه والطماطم ويروح يبيعها عند التاجر، والصدفة بقى ان التاجر ده بيكون قدام بيت الدوكة، وبتكون انجل ساعتها عمالة تتمشى تحت بيت الدوكة، فبيشوفها مايكل، واول ما بيشوفها كده زي ما يقولوا بيقع في دبادبها من اول نظرة، وبيسأل عليها التاجر ويحاول يعرف عنها كل حاجة. وقرر مايكل فعلا ما بينه وما بين نفسه انه يروح ويزورها ويعرض عليها الجواز لانه فعلا حبها. وقبل ما يعمل كده بنرجع لانجل تاني، واللي بتقعد مع نفسها وبتفتكر ذكرياتها وهي طفولة، وبتفتكر ان امها ساعة ما وقعت لما ابوها بعت لها ورقة طلاقها وانطردوا من البيت كلهم وراحوا علشان يبيعوا المجوهرات اللي كان جايبها أليكس لمامتها، لكنها في الآخر بتكتشف إن المجوهرات دي طلعت فالصو، فبتكون بتحاول تدور على رزق علشان تصرف بيه على نفسها وعلى بنتها، فبتضطر إن هي تخسر نفسها وتخسر سمعتها وتشتغل بائعة للهوا علشان تقدر تجيب مصدر رزق ليها هي وبنتها. لكن للأسف بعد مرور أيام بتتعب مي جدا وبيجيلها تعب ومرض شديد، وللأسف في النهاية بتموت وبتسيب بنتها عايشة لوحدها. وبنرجع تاني للوقت الحاضر، وبتكون أنجل قاعدة في الأوضة وعمالة تفتكر الذكريات، وأثناء ما هي كانت بتفتكر الذكريات بيدخل عليها زبون من الزباين، وبيكون الزبون ده مايكل واللي بيعرض عليها الجواز، وبيقول لها انا عايزه اتجوزك، لكنها بترد عليه باستهزاء وتقول له يلا نعمل حاجه بدل الذهب اللي انت دفعته للدوكه، ويلا تعالى استفاد بفلوسك، انا بحب الرجاله الجامده. لكنه بيرفض لان ده حرام. ففي الاخر لما بتشوف كده بتروح طرداه من اوضتها، لكن مايكل بيتسحر بجمال انجل، فبيقرر ان هو يكرر الزياره تاني ويروح ويدفع ذهب للدوكه علشان تقدر تدخله، وبيدخل وبيعرض عليها الجواز ويقعد يتكلم معاها، لكنها برضو ما بتستجيبش له. وفي الاخر في اخر زيارة طردته وقالت له ما جيش هنا تاني، وقرر ان هو بعد ما نفسه اتكسرت انه يروح وما يرجعش تاني. وبنرجع تاني لذكريات انجل وهي بتفتكر ان واحد من معارف امها اخدها علشان يبيعها البيت لبائعات الهوا، وبيكون الراجل صاحب البيت ده حقير لانه بعد ما بياخد انجل من الراجل بيقتله ويتخلص منه علشان ما يدلوش فلوس، وبيحصل ده كله قدام انجل، وبتعيش في البيت لحد ما بتكبر. وبعد ما انجل كبرت وبقت عروسة بيجي زبون للبيت، وبيكون الزبون ده اخر واحد انجل كانت تتوقعه لانه بيكون ابوها أليكس. ومن بين كل البنات بيعجب أليكس بانجل جدا وبيروح علشان يقضي معاها ليلة، وبتكون هي مش عايزة تقوله ان هو ابوها علشان تنتقم منه، لكنه بعد ما بيقضي الليلة بتعترف له ان هو يبقى ابوها. فبيتصدم أليكس وبيطلع مسدس علشان يخلص على نفسه، وبتكون الجريمة دي كبيرة جدا لان لو صاحب البيت عرف هيخلص على انجل. فبتساعدها واحدة من الخدم اللي بتشتغل هناك اللي بتكون اسمها سالي، وبتساعدها في انها تهرب بره البيت، وبعد ما بتهرب صاحب البيت بيعرف فبيقرر ان هو يقتل سالي لان هي اللي هربتها بره البيت. اما انجل بتهرب على سفينه بتكون مسافره لكاليفورنيا، وبتتعرف هناك على بنتين وبيعرضوا عليها ان هي تعمل علاقات هنا على السفينه مقابل انها تاخد فلوس، وبتوافق انجل علشان تاخد فلوس. لكن لسوء حظها اول ما بيوصلوا كاليفورنيا نفس البنتين اللي عرضوا عليها تشتغل بيروحوا يتهجموا عليها وياخدوا منها فلوسها ويضربوها ويسيبوها واقعه على الارض بعد ما سرقوا كل فلوسها. وبنرجع تاني من ذكريات انجل للوقت الحاضر اللي بتكون قاعده بتفكر مع نفسها ان هي
تسيب البيت بتاع الدوكة وتاخد نصيبها وتمشي وتسكن في مكان بعيد. فبتدخل عند الدوكة وبتقول لها ان هي قررت تسيب الشغلانة وان هي عايزة فلوسها دلوقتي وعايزة تاخد كل حقوقها، لكن ترد عليها الدوكة وتقول لها فلوس ايه؟ ده انا اللي ليا عندك فلوس، ده انت قاعدة هنا بتاكلي وبتشربي على قفانا. لكن الكلام ده ما بيدخلش على انجل وبتتعصب جدا على الدوكة. لكن الدوكة لما بتشوفها كده بتروح متعصبة عليها وبتنادي المساعد بتاعها وبتقول له شوف انجل عايزة ايه وربيها. والمساعد فعلا بياخدها ويربيها وبينزل فيها ضرب وما بيخليش فيها حتة سليمة. وبنرجع تاني لمايكل وبيكون مش قادر ينسى انجل من دماغه، فبيقرر ان هو يروح يشوفها عند بيت الدوكة. ولما بيروح هناك بيلاقي انجل في حالة صعبة جدا وكل جزء منها مصاب. فبيقول للدوكة انه لازم ياخد انجل ويمشي من هنا. فبتقول له ماشي بس ادفع الفلوس اللي عليها الاول. فبيقرر ان هو يديها الفلوس وياخد انجل. وبتكون ساعتها انجل في حالة صعبة جدا ومش في وعيها. وهم راكبين وراجعين على طريق بتقابلهم عربية، والعربية دي بيكون فيها نفس الراجل اللي كانت انجل بتشتغل عنده زمان ونفس الراجل اللي ابو انجل مات عنده في بيت. لكن في الاخر مايكل وانجل بيوصلوا للبيت اللي في المزرعة وبتبدا انجل تفوق من الغيبوبة. ولما بتفوق بتلاقي نفسها لابسة خاتم في ايديها وبتكون انجل مستغربة المكان اللي هي موجودة فيه. وبعد شوية بيدخل عليها مايكل وبتحاول هي تسأله وتقول له انا ايه اللي جابني هنا وايه حكاية الخاتم ده. فبيقول لها ان الخاتم ده بتاع والدته وان هو لابسه لها عشان عايز يطلب منها الجواز. لكن انجل بترفض لانها بتكون مش عايزة تتجوزه وبتقول انها اول ما تخاف هتمشي من المكان ده وبتقوم على الخاتم ومديهوله. لكن مايكل بيحاول يبين ان هو ما سمعش اي حاجة وبيقول لها لما تخفي ان شاء الله هنبقى ناخد قرارنا ونتكلم مع بعض. لكن بعد حوالي 3 اسابيع انجل بترجع تسترد صحتها تاني وبتستغل ان مايكل مش موجود في البيت فبتحاول ان هي تهرب وبتكون مش عارفة هتهرب فين. اما مايكل لما بيرجع مش بيلاقيها في البيت فبيقرر ان هو ياخد حصانه وينزل ويدور عليها وفعلا بيلاقيها. ولما بيلاقيها بيقول لها انت عايزة تهربي ليه؟ فبتقول انها مش عايزة تعيش معاه. فبيقول لها خلاص خدي الجاكيت ده والمية لانك هتحتاجيه. بيقوم سايبها وماشي. لكن بعد ما سابها ومشي انجل فكرت مع نفسها وحست ان هي غلطانة وان هي ظالمة مايكل معاها فقررت ان هي ترجع له البيت تاني. وواحدة واحدة بدأت انجل تتقرب اليه وبدأوا بعد كده يحبوا بعض وبيعملوا كل حاجة في المزرعة مع بعض وبيشتغلوا مع بعض. وانجل كل يوم عن التاني بتتقرب منه وبتتعرف عليه اكتر وبدأت قصة الحب تتولد ما بين انجل وبيعملوا لاول مرة عسل بالقشطة وبيكونوا مبسوطين جدا جدا من بعض. وتاني يوم بيجي بول جوز اخت مايكل اللي ماتت وبيكون مايكل فرحان جدا اول ما بيشوفه وبيرحب بيه وبيعرفوا ان هو اتجوز. وبول لما بيعرف ان هو اتجوز بيقولوا ان هو عايز يتعرف على مراته وبياخده علشان يعرفوا على مراته. لكن بول اول ما بيشوف انجل وشه بيتقلب الوان لانه باختصار كده كان زبون عند الدوكة زمان وكان بيشوفها من ضمن البنات اللي كانوا في البيت. وبيستغل في مره ان مايكل مش موجود في البيت وبيقول لها انت ازاي ضحكتي على مايكل واتجوزتيه؟ انت اكيد اغرتيه. لكنه بيقول لها انه مش هيسيبها في حالها وانه هيحكي لمايكل على كل حاجه. وبياخد بعضه فعلا وبيروح لمايكل في المزرعه وبيحكي له عن كل حاجه عن انجل. لكن بعد كده مايكل بيتعصب عليه ويقوم ضربه ويقول له ان هو عارف كل حاجه عن انجل ومع ذلك بيحبها وما يقدرش يستغنى عنها وما يقدرش يعيش من غيرها. ولكن للاسف كلام بول بيأثر في نفسيه انجل وبتقرر ان هي تسيب البيت وتمشي وبتسيب له فعلا الخاتم وبتسيب له البيت وتمشي وبتخلي بول يساعدها في ان هي تهرب من البيت. وفعلا بول بيساعدها ويهربها على كاليفورنيا. واول ما بتوصل هناك وبتروح لبيت الدوكة بتلاقيه محروق وبيجي واحد يقول لها ان البيت اتحرق وكل اللي فيه مات وده بسبب ان المساعد سرقها. وبعد ما سرقها حرق البيت كله باللي فيه فبتضطر ان هي تعدي الموقف وبيعرض عليها ان هي تشتغل معاه نفس الشغلانه اللي هي كانت بتشتغلها قبل كده فبتضطر ان هي توافق لانها عايزه مصدر رزق. اما بول لما بيرجع المزرعه بيسالوا مايكل عن انجل لكنه بيقول له انه على اللي حصل وان هي قررت انها تهرب لكنه بيروح متعصب عليه وبيطرده بره المزرعه. اما مايكل بيقرر ان هو يروح للبيت اللي انجل بتشتغل فيه وبيطلع فوق ويلاقيه انجل مع راجل فبيروح ضرب الراجل ده ويقول لها هتيجي معايا ولا هتفضلي في القرف ده. فبتعرفوا ان هي عايزه تنزل معاه وتروح معاه. ولما مايكل ياخد انجل وينزلوا على السلم بيلاقي فجاه صاحب البيت ومعاه رجالته ومساعدينه علشان يضربوه. لكن مايكل بيحاول ان هو يتغلب عليهم ويضربهم كلهم وبياخد انجل وبيمشوا من المكان خالص وبيروحوا على المزرعه. واول ما بيوصلوا بتكون انجل نفسيتها سيئه جدا لكن بعد مرور ايام بتنزل وبتكون نفسيتها اتحسنت عن الاول وبتنزل تاني تساعد مايكل في المزرعه. لكن بعد اسابيع وهما ماشيين على الطريق بيلاقوا مجموعه من المسافرين وبتكون اللي فيها واحد اسمه بنجامين وبيكون عندهم بنت كمان كبيره وبتكون الام ساعتها حامل وبيكون اسمها اليزابيث. وبيطلب بنجامين من مايكل ان هو يقعد عنده لحد ما مراته تولد وبيكون مايكل قلبه طيب وبيوافق ان هما يقعدوا عنده. وفعلا مراته بتولد وبيجيب بنت جميله جدا. ولما يجي الليل كلهم بيتجمعوا بيعملوا احتفال صغير كده علشان اليزابيث بولدت بنت جميله وبيكون ساعتها مايكل فرحان جدا. وفي نفس الوقت بيرجع بول يعتذر لمايكل ويرجع يشتغل معاه في المزرعه والحياه بتبقى جميله جدا ومستقره. وفي يوم من الايام ومايكل شغال مع انجل في المزرعه بتعترف له بالحقيقه الصادمه وان هي انها ما تقدرش تخلف لانها وهي كانت في بيت الدوكة واحد من الزباين حملت منه فجاب لها دكتور وشال رحمها علشان ما عادتش تخلف من اي زبون تاني. لكن مايكل بيعرفها ان هو مش زعلان وان كفايه هي في حياته وان هو خلاص مش
مش عايز اطفال. لكن انجل للمره المليون بتقرر ان هي تسيب له البيت وتمشي لانها حاسه بالذنب اتجاهه، فبتسيب له البيت فعلا. ولما مايكل بيعرف بيقرر ان هو مش هيرجعها وان هو هيسيبها يا تيجي يا ما تجيش. على الجانب الاخر بتروح انجل لمطعم موجود في سان فرانسيسكو وبتطلب من صاحب المطعم ان هي تشتغل عنده طباخه، فبيوافق. ولاول مره انجل بتشتغل شغلانه شريفه وبتكون مبسوطه جدا بشغلانتها. لكن للاسف الدوج بيكون عايش في سان فرانسيسكو، وواحد من المساعدين بتوعه بيشوف انجل فبيروح يبلغه وبيروح الدوج عارق المطعم كله. وبعد ما المطعم اتحرق بيجي الدوج تاني يوم عند انجل ويقول لها يلا بقى علشان ترجعي لشغلانتك القديمه وتنوريني في بيتي، لكنها بترفض وبتقول له لا ان هي مش عايزه ترجع معاه ولا عايزه تشتغل معاه. فبيقول لها خلاص انا هاجي بالليل وهخلص على صاحب المطعم ده. فبتخاف انجل على صاحب المطعم وبتضطر ان هي تروح مع الدوج على بيته. ولما انجل بتروح معاها على بيته بتكتشف انه لسه زي زمان بيجيب البنات الصغيره وبيشغلهم في نفس الاعمال الحقيره اللي كان بيشغلها فيها. وبعد شويه بيدخل عليها الدوق وبيقول لها يلا علشان تجهزي نفسك علشان اقدمك تحت للناس. وبينزل فعلا الدوق على المسرح وبيقدم انجل لزباينه. لكن انجل ساعتها في الفرصه دي بتستغل الفرصه وبتروح متكلمه عن اللي الدوق بيعمله في الاطفال وبتحكي لكل الناس ان هو بيشغل الاطفال في الحقاره دي. لكن الدوق بيروح ضاربها على المسرح وبيقوم شديدها على اوضتها علشان يتخلص عليها جوه الاوضه. لكن في اللحظه دي بيجي واحد من زباين الدوق ويحاول ان هو ينقذ انجل ويهربها بره البيت. وانجل بتهرب فعلا وتسيب البيت، لكنها قبل ما بتهرب بتقوم واخده البنتين اللي كانوا في الاوضه وتحاول ان هي تخرجهم معاهم، وبتروح خارجه بمساعده الراجل اللي ساعدها وبتهرب خالص من البيت. لكن كل الناس اللي كانت قاعده في المسرح لما بتعرف بيكونوا قرفانين من الدوق واللي كان بيعملوه في الاطفال، فبيقرروا ان هم يتهجموا عليه، لكنه بيخلص على نفسه بدري بدري ويريحنا ويريح نفسه. وبعد مرور حوالي 3 سنين بيكون بول في سان فرانسيسكو وبيشوف انجل وهي ماشيه قدام بيت، فبيستغرب اول ما بيشوفها وبيقرر ان هو يروح يسال عنها وعن احوالها. وبيعرف منها ان هي فتحت مدرسه ودار ايتام للاطفال المشردين اللي مالهمش لا اب ولا ام. فبيحتقر ساعتها نفسه بول لانه كان بيعملها بطريقه مش كويسه زمان وعلى اللي كان عايز يعمله فيها. وطول ما هو واقف بيقعد يعتذر لها على اللي كان بيعمله زمان. فبتقبل انجل اعتذاره وبتساله عن مايكل وعن احواله، فبيقول لها ان هو لحد دلوقتي ما اتجوزش وان هو قاعد مستنيها لحد ما ترجع، وبيطلب منها ان هي ترجع عشان زي ما كان السبب في مشيانها من المزرعه يبقى السبب في رجوعها للمزرعه، وعلشان كمان مايكل بيحبها. وفعلا انجل بتوافق وبتقرر ان هي تروح معاه لمايكل. واول ما بتوصل هناك بتكون فرحانه جدا ان هي خلاص اخيرا قابلت مايكل، وبيكونوا الاثنين مبسوطين ببعض جدا ان هم خلاص هيعيشوا مع بعض، وبيرجع يلبس لها الخاتم وبيعيشوا هما الاثنين في سعاده. وبيخلص الفيلم على كده.